ازاي البايكر بيتدفى في الاجواء الساقعه مع انه دايما ماشي في الهواء؟ واحنا النهارده مش جايين نتكلم عن الجواكت الالباين ستار اللي ب50 و60 الف جنيه. احنا النهارده جايين ازاي نتدفى باقل تكلفه ممكنه. اولا احنا لازم نفهم المشكله الاولى اللي بتواجه الدراجين، وهي الهواء. لو انت ماشي على سرعة 80 او 90 في درجة حرارة 12، الاحساس اللي هيبقى واصل لك هي درجة حرارة تقريبا 2 او 3، وده بسبب الرياح. خلونا نتفق اولا ان احنا لازم يبقى لابسين خوذه ولابسين جوانتي على الاقل، لان دي حاجات بتوفر لك الاساسيات من الدفا. نيجي اللبس اللي احنا هنلبسه بقى هيبقى عامل ازاي. اول طبقه، ودي اهم طبقه في الموضوع كله، الطبقه اللي بتكون ملامسه لجسمك. الطبقه دي ما ينفعش تكون قطن، ما ينفعش تكون اي خامه بتحتفظ بالبروده. هتقول لي ازاي؟ يعني ايه مشكله القطن؟ انا لو لبست قطن يعني ايه المشكله؟ هقول لك مشكله القطن هو بيبقى مريح للجلد جدا، وتحس ان انت مستريح وانت لابس القطن، بس المشكله الكبرى ان القطن بيمتص العرق، وده بيحصل عادي جدا في الشتاء. لو عملت اي اكتيفيتي او نزلت شلت حاجه، طلعت دور، عملت حاجه، تلاقي نفسك عرقت بنسبه بسيطه. هنا العرق ده بيتم امتصاصه من اللبس اللي انت لابسه، اللي هو القطن، اللي هي اول طبقه، اللي هي تيشيرت نص كم او تيشيرت كات. وهنا المشكله ان القطن بيفضل محتفظ بيه لفتره طويله، فلما تطلع تسوق على طريق سريع هتحس ان انت متلج. انت مش متلج عشان انت سقعان، انت متلج عشان التيشيرت الاولاني اللي انت لابسه ده اتبل منك انت اصلا وانت ماشي، فحرفيا حاسس ان انت لابس طبقه تلج اولى فوق جلدك. فهنا احنا الحل بتاعنا ان احنا نلبس حاجه ثيرمال، او تعالوا نقول نلبس كلسون. الكلسون هيجيب من الاخر. ما تلبسش قطن الاول، البس خامه يا اما ثيرمال اللي هي الخامه اللي هي الحراريه دي، يا اما تلبس كلسون. لبست يا صاحبي الكلسون ولبست الثيرمال وبرضه الدنيا معايا مش ظابطه وحاسس ان انا ساعات. هقول لك في غلطتين بقى انت بتعملهم دلوقتي. اول غلطه ممكن تعملها كواحد بيسوق موتوسيكل او بيتعرض لدرجات حراره قليله وهواء عالي، هي ان انت مش بتحاول تحتفظ بدرجه حراره جسمك. هنا احنا محتاجين نلبس حاجه في النص تكون بتحاول تحتفظ بدرجة حرارة الجسم. في حاجات بتبقى متبطنة من الناحيتين وخفيفة، جواكت كده، بس مش بتبقى جواكت تقيلة، بتبقى جواكت خفيفة، بتبقى فيست كات كده. ده انت لو لبسته هيحاول ان هو يحتفظ بدرجة الحرارة الداخلية، مش بسرعة هتفقدها، فده مش هيحسسك بإجهاد سريع او مش هيحسسك بفقدان حرارة سريع. هتقول لي انا بلبس الفيست وبلبس تحتيه ثيرمال وبلبس تحت فوقيهم احسن جاكيت جوخ في مصر. هقول لك تعالى هنا بقى اقف ثانيه واحده. انت لازم الطبقه الاخيره دي هي بقى اللي بتبلور الموضوع ده كله. ايه بقى؟ انت ما ينفعش تبقى لابس كل الحاجات دي ولابس حاجه الهواء بيقدر يخترقها. هتقول لي ايه في حاجات الهواء ما يقدرش يخترقها؟ اقول لك الجلد والحاجات الويند بريكر او الجواكت الويند بريكر. الويند بريكر ببساطه اللي هو حاجه انت لو نفخت فيها الهواء ما يعديش، زي الجلد وزي حاجات الويند بريكر. فهنا هدفنا في اخر مرحله في اللبس بتاعنا ان احنا نبقى لابسين جاكيت جلد او حاجه تكون ما بتعديش الهواء مع اساور، دي هتديك تركيبه لذيذه جدا. والنص اللي تحت نفس الفكره. خليك عارف كل ما هتلبس قطان وهيحصل عندك عرق كل ما هيحصل سقعه، فخليك عارف القاعده دي. ممكن تلبس بنطلون اللي هو خامته ويند بريكر، او تلبس بنطلون جينز وتلبس تحتيه كلسون، او تلبس تحتيه حاجه ثيرمال، هتظبط معاك الدنيا وهتبقى حاسس بدفى جامد جدا تحت. اتمنى تكون حلقه فاتتكو كبايكرز وفاتتكو كناس لسه هيخشوا يبقوا بايكرز او حابين يعرفوا البايكرز بيدفوا ازاي على الطريق. فدي كل الحاجات اللي انت ممكن تاخد بالك منها، هتسبب معاك اختلاف كبير جدا لو انت ما كنتش مركز في التفاصيل دي، وهتخلي التجربة بتاعتك في الشتاء افضل شوية. وطبعا لو الحاجات دي ما نفعتش معاك تقدر تروح بقى تشتري جاكيت غالي جدا وتشتري بنطلون غالي جدا. انا ما اعرفش صراحة بكام ومنين، بس ده هيبقى الحل وقتها. بس كده يا شباب، سلام.